السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعي قناة أكل شهية مع أمل صيام. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الكنافة بالمهلبية بطريقة مختلفة تشبه دوار الشمس. عايزة أوريها لكم من على قرب تشوفوا قد إيه الطبقات بتكون فوق بعضيها وشكلها حلو جدا وطعمها بإذن الله يعجبكم. طيب إحنا هنحتاج إيه عشان نعمل الحاجات دي؟ يلا بينا نعمل الطبقة الأولى، وهنحتاج فيها ربع كيلو من الكنافة. هتاخد أقل من نص كوباية من السمنة أو المادة الدهنية، ممكن سمنة على زيت، ممكن زبدة، ممكن سمنة على زبدة على زيت، أي مادة دهنية عندك. يعني أقل من نص الكوباية وممكن تخليها ربع كوباية، وتخلطي المادة الدهنية على الكنافة كويس جدا بحيث إن هي تتحمر معانا بمنتهى السهولة. بعد ما بخلط السمنة على المادة الدهنية، اللي قصدي المادة الدهنية على الكنافة، قدامي خيار من الاتنين، إما إن أنا أدخلها أحطها في صينية وأدخلها الفرن وتتحمر في الفرن مع التقليب المستمر ليا، أو إن أنا أروح على البوتاجاز وأبدأ أقلب فيها بحيث إن أنا أحمرها كده يدويا، يعني أفضل أقلب لحد ما تتحمر معايا وتديني اللون الذهبي الحلو. براحتك، حابة تعمليها في الفرن تمام، حابة تعمليها على البوتاجاز تمام، أهم حاجة تكون إيدك فيها وبتقلبي باستمرار علشان كلها تتحمر مع بعضيها وتديكي لون موحد، لون ذهبي حلو. الموضوع بيكون مرهق شوية بس صدقوني بيدي نتيجة حلوة جدا في طعمة الكنافة. قلبنا الكنافة حلو وحمرناها كويس. لو عندك أي كتل بقى بالشكل ده، اضغطي عليها بمعلقة جامدة كده، هتتعمل معاكي بمنتهى السهولة، يعني هتنعم معاكي بمنتهى السهولة. لو في حاجة جامدة قوي لا يبقى لازم نشيلها. اهم حاجة ان انت تخلطي الكنافة كويس قوي، يعني تفركيها كويس، ولو فيها اي كتل تنعميها او تشيليها لو جامدة. يلا بينا بقى نعمل المادة الرابطة بتاعتنا اللي هنربط بيها الكنافة، وهي الحليب المحلى المكثف. هحتاج لربع كيلو الكنافة قد ايه؟ هحتاج له نص كوباية من السكر البودرة، هنزل بيه طبعا في الخلاط، عليه نص كوباية من الحليب البودر، وبأكد حليب بودر مش حليب سايل، لازم يكون اللي هو اللبن البودرة. يبقى نص كوباية من اللبن البودرة، نص كوباية من السكر، ربع كوباية من المية المغلية، رشة فانيليا، معلقة صغيرة من السمنة أو الزبدة، وتنزلي بيه المية المغلية عليهم وتخلطيهم كويس قوي في الخلاط. نص كوباية من السكر البودرة، نص كوباية من اللبن البودر، ربع كوباية من المية المغلية، رشة فانيليا، معلقة صغيرة من السمنة أو الزبدة، وتخلطيهم حلو في الخلاط. هيديكي القوام ده، هيديكي حوالي 3/4 كوباية من الحليب المحلى المكثف. هننزل بيه بقى على ايه؟ على الكنافة. ضروري اطمن ان الكنافة ما عادش فيها اي كتل وتكون معايا بالشكل ده. هنزل بقى بالحليب المحلى المكثف عليها واخلطها كويس قوي عشان اطمن ان كل ذرات الكنافه كلها اختلطت مع الحليب المحلى المكثف، ما عادش في حاجه مفروله، كلها اختلطت حلو، بحيث ان انا لما اجي امسك قطعه منها كده واحاول اشكلها الاقيها بتشكل معايا. يبقى كده خلاص كفايه كده، اختلطت كويس جدا، وكده عملنا الطبقه الاولى، شايفين بتتكور معايا بمنتهى السهوله. نجهز بقى صواني الكب كيك ونحط فيها الورق بتاعنا. ضروري يكون نحط الورق بتاع الكب كيك عشان نبقى نعرف نطلع الطبقات ونقدمها بسهوله. هنبدأ بقى نجيب معلقة كبيرة كده من الكنافة ونبدأ ننزل بيها في ورقة الكب كيك ونضغط عليها كويس جدا بالكوباية، نخلطها كويس قوي ونضغطها حلو. يعني لازم اضغط الكنافة عشان الطبقات تبقى متماسكة مش مفرولة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. المقدار ربع كيلو الكنافة مع الحليب المحلى المكثف هيعمل لي حوالي 24 قطعة من الكنافة، هيعمل لي صينيتين، الصينية فيها 12، يبقى أنا هعمل كده 24 قطعة بالشكل ده. ضغطتهم كويس قوي. يلا بينا نعمل الطبقة التانية وهي طبقة المهلبية. معايا كوبايتين ونص من الحليب في الحلة، هحط لهم رشة من الفانيليا، نص كوباية وممكن نزود شوية عنهم من السكر لأن السكر حسب الرغبة، معلقتين 3 كده من الكريمة، لو عندك حتة قشطة كمان حطيها. المهم ان انت تعززي طعم اللي هي المهلبية بحيث طعمها يبقى حلو، هيفرق معاكي جدا. وتقلبيهم كويس قوي مع بعض، ودوقي بقى السكر بتاعك واظبطيه. ونبقى عارفين ان كل كوبايه من الحليب بتاخد معلقه كبيره مليانه بشكل هرمي من النشا. ومعايا نص كوبايه بقى من الحليب غير الكوبايتين ونص اللي في الحله. نص كوبايه من الحليب هنزل عليهم بمقدار النشا بتاعي واقلبهم، ونروح على البوتاجاز. اللبن بتاعي اللي حطينا فيه كل حاجة يبدأ يدخل على الغليان، هنزل عليه بالنشا اللي دوبتها في الحليب، وأبدأ أقلب تدريجيا لحد ما القوام بتاع الكريمة يكون يغلي ويكون داخل على إن هو هيربط كده، بس في نفس الوقت مش تقيلة. لازم القوام يكون ناعم بالشكل ده عشان أعرف أصبها بسهولة. ونبدأ ننزل بيها وهي لسه سخنة على الكنافة، تبرد معايا وتمسك حلو. ممكن ندخلها التلاجة. احضر معايا بسكوت الاوريو. انا جبت كيسين من بسكوت الاوريو. اهم حاجة ان انا ابقى عارفة ان انا هعمل كام قطعة من الكنافة، 24، يبقى اجيب بما يعادل ال 24 قطعة من البسكوت. وبنفتح كل واحدة كده بتاخد معايا 2، يعني كل بسكوتة فيها مزدوجة بتاخد معايا قطعتين من الكنافة بالشكل ده.
لسه لنا ايه دلوقتي؟ لسه لنا الطبقه الثالثه وهي طبقه الكريم كراميل. هوريكم بس الاول البسكوت اللي انا استخدمته. ممكن تستخدمي اللي هو فيه شوكليت من جوه او كريمه المتاح ليكي. هجيب 2 من الكريم كراميل، هياخدوا كوبايتين من الميه. ننزل بالكوبايتين الميه في الحله ونوديهم على البوتاجاز، يبداوا يدخلوا على الغليان او تحس ان الميه بدات تنمل كده، يعني داخله على الغليان. نبدا ننزل عليها ب 2 كريم كراميل. طب ايه في الكريم كراميل؟ ماليش دعوه بالسكر المكرمل، انا هاخد الكريم كراميل نفسه. الميه معايا هتبدا تدخل على الغليان بالشكل ده. هنزل بيه الكريم كراميل واقلب. اول ما يبدا يغلي كده هدي النار ويغلي، واقلب كام تقليبه وبس كده، ما سيبوش لما يربط، لازم يكون سايل. وخلي بالك ان الكريم كراميل بيربط بسهوله. كده تمام معايا. هبدا انزل بيه بقى على الكنافه بتاعتنا بالشكل ده، وهو ده اللي بيديكي اللي هي شكل اشعه الشمس كده، ويديكي شكل دوار الشمس. في ناس ممكن يعملوها بالجيلي، مفيش اي مشكله برضو، يبقى طعمها حلو. المتاح ليكي واللي بتحبيه اعمليه. ويدخل بقى التلاجة بالشكل ده، ندخله التلاجة يربط حلو جدا ويطلع بقى نشوفه مع بعض. اهي بيطلع بقى، نشيله كده من ورق الكب كيك. ممكن تقدميه بورق الكب كيك، وممكن تشيليه من ورق الكب كيك المتاح ليكي، او اللي حباه تقدري تعمليه. اللي هيفرق معاكي قوي في الطعم ان المهلبيه بتاعتك تكون طعمها حلو، وتكون غنيه بالكريمه والقشطه وكده. وده بيكون بقى شكل الكنافه بتاعتنا لو شلناها من الكب كيك، او ممكن تقدميها بالكب كيك بورق الكب كيك، يعني زي عادي زي ما انت عايزه اوريكم برضو واحده من على قرب عشان تشوفوا قد ايه الطبقات بتكون جميله. ودي كانت حلقتنا النهارده، بتمنى تكون عجبتكم، واقول لكم في رعايه الله، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.